السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. هل أنت من الستات اللي بتبان قدام الناس وقدام الكل قوية جدا، بتضحك وبتساعد وبتشيل مسؤوليات البيت والأسرة وبتفضل موجودة لكل اللي حواليها، بس محدش بيقول لها أو بيسألها أنت عاملة إيه؟ لو أنت من نوع الستات ديت يبقى الفيديو دوت هيكون ليكي. احنا في ستات في حياتنا كتير بنبص ليهم ونقول ما شاء الله، دي ست قوية بتعرف تتصرف وتشيل المسؤولية، مفيش حاجة بتقدر تكسرها. لكن يا ترى احنا فعلا عارفين الست دي من جواها في ايه او بتمر بايه؟ وهل هي عشان بتضحك قدام الناس تبقى مبسوطة، ولا عشان بتقول أنا كويسة يبقى فعلا مبسوطة؟ ولا هل هي عشان بتعرف تحل مشاكل كل اللي حواليها وعمرها ما احتاجت حاجة من حد يبقى هي كده قوية ومبسوطة؟ الحقيقة في ستات كتير بيبقوا محترفين في إخفاء تعبهم، بيتعبوا ويسكتوا، يزعلوا ويعدوا، بيتوجعوا ويقولوا معلش، بيحتاجوا وما يطلبوش، بيفضلوا طول الوقت موجودين لكل اللي حواليهم لدرجة ان هم ساعات بينسوا نفسيهم. والغريب بقى ان الناس اللي حواليهم دولت بيتعودوا على الست دي، بيتعودوا ان هي دايما موجودة، دايما هي اللي بتعرف تتصرف وتحل المواقف الصعبة، ودايما باللي هي بتتسامح وتستحمل. لكن لما بتيجي يوم وتقول أنا تعبت أو مش قادرة، كل اللي حواليها بيستغربوا، كأنها مش إنسانة، كأنهم بيعرفين إن القوة معناها إن هي ممنوع تتعب، ممنوع تشتكي. عشان كده أنا النهاردة هكلمك في الفيديو ده على 3 أنواع من الستات ممكن تكوني واحدة منهم أو تعرفي واحدة منهم. الست دي موجودة، ممكن تكون في حياتنا، ممكن تكون مش واخدة بالها من حجم التعب اللي جواها. والكلام دوت مش علشان نقول للست دي كملي واستحملي، بل بالعكس، الكلام ده عشان نقول لها انت كمان من حقك ترتاحي، من حقك تتعبي وتطلبي المساعدة، انت من حقك يكون في حد يسأل عليكي، مش انت بس اللي بتسألي على الكل. أول نوع من الستات دول، في ست بتدي من نفسها أكتر ما بتاخد. يعني في واحدة أول ما تقوم من النوم يفضل دماغها مشغول على طول، مين محتاج ايه، البيت ناقصه ايه، الأولاد عايزين ايه، جوزها محتاج ايه، أختها زعلانة، أمها تعبانة، مين محتاج نصيحة، مين محتاج كلمة حلوة، انت عاملة ايه، لكل الناس بتقولها. لكن مفيش حد بيقول لها انت عاملة ايه. ولو حد سألها انت كويسة ولا ايه، بتقول الحمد لله انا كويسة وخلاص، من غير ما تفكر حتى انها ممكن تكون محتاجة هي كمان اللي يسمعها. الست دي بتكون اتعودت خلاص ان قيمتها مرتبطة باللي بتقدمه للآخرين. يعني لو بتساعد حد بتحس ان هي مهمة، لو بتريح اللي حواليها بتحس ان هي محبوبة، ولو قدرت تحل مشكلة بتحس ان هي ناجحة. لكنها مع الوقت بتنسى سؤال مهم جدا مفروض تسأله لنفسها، طيب أنا محتاجة ايه، أنا تعبت من ايه ونفسي في ايه، ايه الحاجة اللي نفسي أقولها ومش عارفة. وأصعب حاجة إن الست دي ممكن بتكون بارعة جدا في معرفة احتياجات كل اللي حواليها، لكنها للأسف مش عارفة احتياجات نفسها ايه.
يعني ممكن تعرف ابنها وجوزها بيحبوا ايه، بس هي نسيت هي كانت بتحب ايه. ممكن تحفظ مواعيد كل اللي حواليها، لكنها مش فاكرة آخر مرة عملت حاجة خاصة بتحبها ليها. ده مش معناه إن العطاء غلط، بل بالعكس العطاء من أجمل الصفات. لكن المشكلة لما العطاء ده بيتحول لاستنزاف. المشكلة لما الست تفضل تدي اللي حواليها وتفضل مكسورة. مشكلة لما تفضل تدي وتفضل محتاجة. لما تدي عشان خايفة ان الناس اللي حواليها يزعلوا منها، او عشان تثبت ان هي كويسة. ولا لما تدي عشان تحافظ على علاقة مش صحيحة. في الوقت دوت لازم يحصل وقفة وتقول أنا مش أنانية لما أهتم بنفسي. الاهتمام بالنفس مش معناه إني بطلت أحب الناس اللي حواليا. أنا ممكن أفضل أحبهم وأحط حدود، ممكن أفضل أساعدهم بس من غير ما استنزف نفسي. ممكن أكون موجودة، لكن مش لازم أكون موجودة 24 ساعة. ممكن أقول لنفسي مش هقدر النهاردة، ومن غير ما أشرح الأسباب لأي حد. ده النوع الأول من الستات. النوع التاني من الستات، الست اللي شايلة مسؤولية أكبر من طاقتها. يعني في ست تانية ممكن نشوفها نفتكر إن دنيتها سهلة، البيت ماشي، الولاد تمام، المصاريف متظبطة، المواعيد متنظمة، مفيش مشاكل، أو لو ظهرت مشاكل بتكون محلولة. لكن اللي محدش بيشوفه كمية التفكير اللي موجودة في دماغها طول الوقت. الست أحيانا مش بتكون تعبانة من الشغل نفسه، لكن بتكون تعبانة من التفكير في الشغل. تعبانة إن هي المسؤولة عن كل شيء، لازم تفكر في كل اللي حواليها، مواعيدهم، احتياجاتهم، ظروفهم، مين محتاج اهتمام، مين عنده مشكلة. وده نوع من التعب الست دي بتتعرض له. يعني ممكن جسمها يكون قاعد فعلا ما بيعملش مجهود، بس عقلها شغال من ساعة ما تقوم لحد ما تنام، والناس شايفينها بيقولوا ان هي قاعدة اهي مبسوطة. فعلا هي قاعدة بجسمها، لكن عقلها مشغول ب100 حاجة. وعشان كده مهم جدا نفهم ان المسؤولية مش لازم تكون كلها على شخص واحد. البيت مش مشروع فردي، والأسرة مش مسؤولية شخص واحد، والست مش مكنة. مش معنى ان هي اتعودت تعمل كل حاجة ان هي لازم تفضل تعمل كل شيء. ولو انت من النوع ده من الستات، اسألي نفسك، هل انا فعلا مضطرة اشيل كل ده، ولا انا اتعودت اعمله او اشيله؟ وهل الناس حواليكي فعلا مش قادرين يساعدوكي، ولا انت اصلا مش بتديهم فرصة يساعدوا لانك اتعودتي تعملي كل حاجة بنفسك؟ احيانا احنا من كل ما بنحب ان كل حاجة تكون مظبوطة بنرفض ان حد يساعدنا، وبنقول نعملها احنا اسرع، او احنا بنعملها احسن من اي حد، ولا بنقول سيبها علينا المرة دي، وبعد شوية بنشتكي ان محدش بيساعدنا. عشان كده لازم نتعلم نطلب ونقول محتاجين مساعدة من غير ما نحس بالذنب، لأن طلب المساعدة ده مش ضعف، ده أحيانا بيكون أقوى قرار ممكن تاخديه، وإنك تعترفي إن طاقتك ليها حدود وممكن تنتهي. هنيجي للنوع الثالث من الستات اللي بتبان لنا إن هي قوية، بس من جواها حاجة تانية خالص. الست اللي بتضحك وهي من جواها مش بخير تماما، وده من أكتر الأنواع اللي ممكن تخدع اللي حواليها. الناس شايفين الست دايما بتضحك، بتهزر، بتنزل صور حلوة، بتطمن الناس عليها، بتقول كلام إيجابي، بتقول دايما أنا زي الفل لما حد بيسألها. لكن مش معنى كل ضحكة إن القلب مرتاح،
ومش كل شخص بيضحك كتير معناه ان حياته مفيش فيها مشاكل. احيانا الانسان بيستخدم الضحك كطريقة يتعامل بيها مع الضغط اللي جواه، ومش معنى برضو كده ان كل شخص بيضحك بيكون حزين. لكن الفكرة هنا ان احنا ما نحكمش على الناس من شكلهم الخارجي. في ست ممكن تقضي اليوم كله وهي بتضحك مع الناس، وبمجرد ما تبقى لوحدها بتحس ان هي عايزة تهدى. ممكن تكون طول اليوم بتطمن اللي حواليها معلش وكله هيبقى تمام، وهي نفسها محتاجة حد يقول لها انتي كمان هتبقي تمام وانا جنبك. وده فرق كبير، فرق بين انك تكون الشخص اللي بيطمن الكل وان يكون عندك شخص يطمنك انتي. عشان كده لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا. ليه الست احيانا بتخاف تقول ان هي تعبانة او محتاجة؟ لان المجتمع احيانا بيحب الست القوية زيادة عن اللزوم، بيحب اللي تستحمل، اللي تعدي وتسامح وتسكت. طب وهي لما تقع مين هيمسك ايدها؟ احنا محتاجين نغير الفكرة ديت. القوة مش معناها انك ما تتعبيش، القوة انك تعرفي تتعاملي ازاي مع تعبك بطريقة صح. تعرفي امتى توقفي، امتى تقولي وامتى تقولي لا، امتى تساعدي اللي حواليكي وامتى تطلبي المساعدة، وامتى تسامحي وامتى تحطي حدود. الست مش مطالبة ان هي تكون كل حاجة لكل الناس، ودي نقطة مهمة جدا. مش مطلوب منك تكوني مثالية لكل اللي حواليك. افتكري ان انتي بشر، انسان، والانسان اللي طاقته محدودة. في ايام بنكون فيها في احسن حالتنا، وفي ايام بنكون فيها محتاجين نبطل جري شوية، وده طبيعي. مش لازم كل يوم يكون انجاز، مش لازم كل يوم تعملي 100 حاجة في اليوم، مش لازم كل يوم البيت يكون كامل، ولا لازم كل مشكلة تتحل في نفس الوقت، ومش لازم كل الناس تكون راضية عنك، لأن محاولة إرضاء الجميع هتخليك في النهاية تخسري نفسك. ولو انت الست اللي بتستحملي كتير، عايزة أقولك إن العلاقات مع اللي حواليكي لازم يكون فيها اهتمام من الطرفين، في سؤال، في تقدير، في مسامحة واحترام واعتذار. ولو العلاقة كلها ماشية على مجهودك انتي، تبقي محتاجة تقفي وتسألي نفسك أنا ليه بحاول لوحدي؟ خلي بالك، من أخطر الحاجات اللي بتوصلك لمرحلة إنك مش عارفة انت عايزة ايه أصلا، هو إنك قضيتي سنين عمرك بتعملي اللي مطلوب منك، بتعيشي حسب احتياجات اللي حواليكي، بتفرحي لما هم يفرحوا، تحزني لما هم يحزنوا. لكن لما تيجي تسألي نفسك أنا عايزة إيه، بتسكتي. مش عشان ما عندكيش أحلام، لكن لأنك نسيتي تسمعي صوتك. عشان كده لازم ترجعي لنفسك، تعملي تغيير. ابدأي بحاجات صغيرة، اقعدي مع نفسك، اكتبي، اقري، تعلمي حاجة جديدة، اعملي حاجة بتحبيها، خدي وقت هادي لنفسك، روحي مكان بتحبيه، اهتمي بروحك. مش عشان تبقي شخص تاني، لكن عشان ترجعي تعرفي نفسك من جديد. ما تستنيش حد يديكي تصريح عشان ترتاحي، لانك في الحقيقة انتي انسانة، ودي كفاية. من حقك ترتاحي من غير ما تكوني خلصتي كل شيء، من حقك تقعدي من غير ما يكون عندك سبب، من حقك تقولي أنا النهاردة مش قادرة، ومن حقك تأجلي حاجة مش ضرورية، من حقك تبعدي شوية عن الضوضاء وتحافظي على طاقتك. اللي هيحبك بجد هيهمه انك تكوني دايما بخير ودايما مبسوطة، لأن في فرق كبير بين الشخص اللي يحب وجودك والشخص اللي بيحب فايدتك أو الفايدة اللي بياخدها منك. الشخص اللي بيحبك
مش هيكون مهتم انك تعملي له كل شيء، هيكون مهتم ان انت تكوني بخير اولا. هيسألك دايما انت عاملة ايه، مش دايما هيقولك خلصتي اللي طلبته منك، هيقولك لو تعبانة ارتاحي. انت انسانة، واللي بيحبك هيشوفك كإنسانة مش كوظيفة. ورسالة مني ليكي، انت إنسانة حافظي على نفسك. مش عيب انك تقولي انا محتاجة ارتاح، انا تعبت. ومش عيب انك تختاري نفسك في بعض المواقف وتحبي الاهتمام، ده مش أنانية. ولو انت من الستات اللي طول الوقت بتسأل الكل محتاج ايه، عايزاك النهاردة اسألي نفسك سؤال واحد بس، انا محتاجة ايه؟ بعد الفيديو ما يخلص اقعدي مع نفسك دقيقة واحدة واسألي السؤال ده بصدق لنفسك. يمكن الإجابة اللي هتقوليها تغير حاجات كتير في حياتك. ولو الكلام دوت لمس حاجة جواكي اكتبيلي في التعليقات أنا كمان محتاجة أهتم بنفسي. يمكن تعليقك ده يكون سبب إن ست تانية تفتكر إنها مش لوحدها. وخليكي دايما فاكرة الست القوية مش هي اللي ما بتتعبش، الست القوية هي اللي لما تتعب تعرف إنها تستحق الراحة، وتعرف تطلب المساعدة، وتعرف ترجع لنفسها من جديد. كوني ست قوية بس ما تجيش على حساب نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.